تو بدا موسم الروبيان عندنا، وحصلت أول صيدة روبيان عماني بالسوق. شوفوا كبر الحبة بس، وبسوي فيه مرق منعش وخفيف وما يطغى على طعمه الرهيب. ننظف الروبيان زين وما نرمي القشر والراس، لأنه بنسوي فيه أحلى مرق نطبخ فيه العيش. ننزله على صفرية مع رشة زيت ونحمسه مع شوية بهارات صحيحة لحتى ما يتغير لونه. ساعتها نعطيه رشة ملح، نضيف عليه 6 أكواب ماي ونخليه مال ساعة إلا ربع. نصفيه وبيطلع طعمه كأنه فيه مكعبات مرق الروبيان بس طبيعي. نغسل ونقع كوبين عيش يكون حبته طويلة ويشرب المرق شرب ويبقى نثري مثل عيش كناري. ننزله على صفرية فخار مع كوب مرق لكل كوب عيش وكوب حليب النارجيل. نحط عليه حبة عشبة الليمون، نغطيه وندخله على الفرن لمدة ساعة. ولمرق الروبيان نخلط كبشة كزبرة مع بصلة، شوية ثوم، فلفل لو تريدوها تلسع، وحبة عشبة الليمون اللي بتاخذ المرق لعالم ثاني. ننزل عليهم كوب نارجيل مقروش، عصرة ليمون ورشة ماي. نخلطهم لحتى ما يطلع عنا مرق كريمي وريحته تجيب التايه من الانتعاش. نحمس الروبيان في رشة زيت بس دقيقتين لحتى ما يتغير لونه. نعطيه رشة ملح، فلفل أسود، وننزل عليه صوص الكزبرة مع نص كوب حليب نارجيل أو كريمة اختياري لو تريدوا شوية دسامة في المرق. ونخلي المرق يثقل بالكثير 8 دقائق. ما نريد الروبيان يستوي على الآخر ويصير مثل الربلة. ولما تفوح ريحة العيش ويطلع كل حبة بحبتها، نبشر عليه شوية قشر ليمون اللي بيضاعف نكهة الانتعاش اللي فيه. ساعتها الروبيان يكون جاهز والمرق تغلغل فيه. ننزله على صحن التقديم، نزينه في رشة نارجيل مقروش، كزبرة، شوية فلفل وعصرة ليمون. حرفيا من ألذ النكهات اللي ممكن تروح مع الروبيان. الكزبرة، عشبة الليمون والنارجيل ما يشيلوا من هيبته بس يعززوا من نكهة الروبيان. والعيش طلع خفيف مثل البشار وطعمه ولا أروع. أعرف إنه فيديو طويل لكن أسهل من الوصفة ماشي، وأنصحكم فيها دامنا دخلنا موسم الروبيان. وعليكم بألف عافية.